من فنان محبوب ومشهور لشخص منبوذ ومكروه. قضية تايل في القصة الكاملة. هلو يا جماعة، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة مختلف تماما عن الكي دراما او المسلسلات الكورية. احنا هنتكلم في قضية اثارت الجدل في الكيبوب وخصوصا معجبين فرقة NCT. قبل ما نتكلم في تفاصيل القضية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تعملوا له شير مع كل اصحابكم المهتمين بالقضية دي عشان تعرفوا اكتر عنها، وما تنسوش طبعا السبسكرايب عشان تشجعوني اكمل. مين هو تايل ده اصلا؟ تايل من مواليد 1993، يعني تقريبا حاليا هو عنده 30 سنة. ايدول او فنان مشهور من فرقة اسمها NCT تحت إدارة شركة SM Entertainment، والشركة دي من أفضل 3 شركات عالمية في الكيبوب. للأسف في بداية الموضوع عرفنا إن تم طرد تايل من شركة SM تماما خلال تصريح نزلته فجأة يوم 28/8. التصريح اللي نزل كان مكتوب فيه الآتي: لقد تأخذنا مؤخرا أن تايل متورط بجريمة جنائية وجنسية تشمل باعتداءات غير أخلاقية، ومن خلال النظر في الموضوع أدركنا أن القضية خطيرة، وقررنا أنه لم يعد قادرا على مواصلة أنشطة الفرقة. لقد ناقشنا هذا الأمر مع تايل وقررنا إبعاده من الفرقة، وحاليا هو يتعاون مع تحقيقات الشرطة، وسوف نشارككم الأخبار مع التحقيقات. وفي النهاية قالوا بنعتذر عن الجدل اللي حصل. طيب احنا محتاجين نفهم أولا ليه الشركة نزلت التصريح ده فجأة، وإيه اللي حصل بالظبط عشان تنزل البيان ده. وللمعلومة دي أول مرة شركة من شركات الكيبوب تبعد أو تطرد عضو من فرقها من غير ما تتأكد من الإشاعات أو حاجة اللي هو عملها، أو حتى تبرر له أو تنقذ موقفه من خلال إنها تحاول تلم الموضوع. هنرجع بالزمن ل6 سنين لورا عشان نقدر نفهم إيه اللي حصل بالظبط. وقتها كان في أكاونت بيهاجم دايما أي بوست ينزله تايل على السوشيال ميديا. فأي تحديث ينزله كان الأكاونت ده باستمرار يهاجمه بكومنتات غريبة جدا، كانت عبارة عن اتهامات مباشرة بحق تايل. واللي اتكتب في الكومنتات ساعتها كان خطير جدا فعلا، بس للأسف محدش اهتم وقتها باللي اتكتب في الكومنتات. اللي كان مكتوب ساعتها في التعليقات دي ان تايل الايدول المحبوب اعتدى على بنت عندها 18 سنة، وكان بيهددها وبيتجسس عليها وبيهكر التليفون بتاعها، ولو ما نفذتش اللي هو عايزه هددها بانه يقتل والدتها وكمان هيفضحها. لمدة 6 سنين البنت دي عايشت اصعب فترات في حياتها، والمشكلة انه هددها ان هي طول المدة دي لو فتحت سيرة الموضوع او اتكلمت او قدمت شكوى هو هينزل صورها في كل مكان وهينزل كل حاجة تخصها على تليفونها. ده غير انه هيتخلص من والدتها اللي هي المفروض كانت وقتها مريضة في المستشفى. الفكرة ان البنت دي ما يقستش، بل هي فضلت تكتب كومنتات وتنزل بوستات عن الموضوع، ولكن محدش اهتم ليها خالص، ولا حد اصلا صدق ان تايل ممكن يعمل كده. لكن يقال ان اللي خلى موضوع البنت دي يتعرف هو ان من قريب او من فترة قليلة تايل اعتدى على بنت تانية غير البنت الاولانية خالص، والبنت دي راحت بلغت الشرطة، وده السبب اللي خلى موضوع البنت اللي من 6 سنين كان بيهددها يتعرف. وهنا الشركة قررت تطرده. وفكرة ان الشركة تطرده من غير اي مبررات دي في حد ذاتها علامة حمراء، لان في الطبيعي اي شركة في الكيبوب بتكون مسؤولة عن فنانيها، الاول لازم تتأكد من التصريحات او الاشاعات المتوجهة ناحية الفنان ده، تبدأ انها تديله اعذار لحد ما يتأكدوا من الموضوع بنسبة 100%. لكن ان الشركة تطرده من غير اي مبررات دي في حد ذاتها حاجة خطيرة جدا، خلت الكل فعلا بيوجه التهمة ناحيته مباشرة. وكان الفضل في ان البنت صاحبة ال18 سنة دي ان هي تروح وتشتكي عليه، هو القضية اللي اتقدمت في حقه ان هو اعتدى على بنت من فترة قريبة. من هنا هي قررت انها مش هتسكت وهتقدم شكوى مباشرة ضده، وده اللي شجعها انها تعمل كده. المفروض ان التايل حاليا يتحقق معاه والدنيا مقلوبة عشانه ما بين ان هو ظالم او مظلوم. قبل ما نقول هو ظالم او مظلوم، لان كل ده في ايد الشرطة، فكرة في حاجة واحدة بس، ان ازاي هو عمل كده طول الفترة دي، وازاي هو كان بيدعي شخصية تانية خالص غير شخصيته الحقيقية دي.
محدش فينا عارف الحقيقة فين ولا ايه اللي بيحصل في التحقيقات حاليا، وده مش هنقدر نعرفه ولا حتى هنقدر نتأكد اذا كان هو فعلا مذنب او مش مذنب الا لما الشرطة تنزل التصريحات بتاعتها الجديدة في التحقيق. الشرطة نزلت بيان وقالت ان التحقيق معاه بدأ من شهر مايو، يعني من شهر 5، وبدأت القضية تتعرف يوم 28/8. انتوا متخيلين ان هو قعد بيتحاكم او بيتحقق معاه في الموضوع من شهر 5 لحد شهر 8 لما اتعرف الموضوع، ومحدش فينا كان حاسس بأي حاجة. في صور نزلت للبلاغات اللي اتقدمت في حقه، وكمان في صور نزلت برضو للبنت اللي كانت بتكتب التعليقات دايما وان محدش ساعتها كان مهتم بيها. الصور دي كلها اتشهرت دلوقتي، بالرغم من ان وقتها محدش صدقها ولا حتى اخد كلامها بعين الاعتبار. بالعكس، كلهم شافوا ان ده الايدول المحبوب اللي ما بيغلطش وما بيعملش اي حاجة، وان هو كيوت وشخصيته لطيفة ولا يمكن تطلع منه حاجة وحشة خالص. وساكتين على ان في ضحية بتتعذب وبتعيش أصعب مواقف في حياتها لمدة 6 سنين. المعلومات دي ظهرت فجأة، وزي ما قلت لكم احنا لسه مش متأكدين منها 100%، ولكن طالما الشرطة بتحقق معاه وطالما الشركة طردته فأكيد الموضوع وراه إنة كبيرة، لأن لا يمكن الشركة تتخلى عنه كده ببساطة. كل إثارة الجدل دي جابت تأثير سلبي على المعجبين بتوع الفرقة وعلى أعضاء الفرقة نفسها. أنا أسفي الوحيد على المعجبين، لأن لما أنت تحب شخص وفجأة تكتشف إن الشخص ده عمل حاجات صعبة إنك تصدقها، وإن شخصيته اللي هو ظاهرها لنا والشخصية اللي بتبان إن هو لطيف وجميل والله وكيوت، مش دي الحقيقة، مش دي بس اللي احنا ممكن ناخد بيها وإن احنا نصدقها، بل في جانب تاني احنا ما نعرفوش. فأنا هحط نفسي هنا مكان المعجبين اللي حبوه فعلا من كل قلبهم واتصدموا لما عرفوا الحقيقة بتاعته. المعجبين دول بدأوا بتقطيع صوره تماما، وبدأوا يلغوا متابعته على الانستجرام وعلى كل السوشيال ميديا عموما، وخسر في أقل من أسبوع 1,000,000 متابع على الانستجرام. ده غير طبعا الكومنتات اللي اتكتبت له على كل بوست كان منزله ان هم قد ايه مصدومين فيه. كان الكومنتات دي فيها الكويس وكان فيها الوحش، كان فيها اللي لسه واقف معاه بغض النظر هو عمل ايه، وكان في ناس طبعا رفضت انها تقف معاه لان دي ضحية وهو اذاها. اما اعضاء الفرقة بتاعته فهم كمان بدأوا يمسحوا كل الصور اللي كان فيها معاهم، وبدأوا يلغوا متابعته تماما ويمسحوا اي صور نزلوها على اكونتاتهم الشخصية كان فيها تايل. فده كله يثبت للناس ان هو فعلا مذنب، مش بس التأثير السلبي الوحيد على الفرقة، لأن كل أنشطة الفرقة سواء الفردية أو للفرقة كتيم اتلغت واتأجلت تماما لحد ما يعرفوا ايه اللي هيتم في التحقيقات. هل ده كل التأثير السلبي بس؟ أقول لكم لأ، لسه في أكتر. في فئة كلنا عارفينها، الفئة دي طلعت رمت اللوم كله على الضحية، ان الضحية كدابة وانها بتحاول تشوه سمعة الفنان، مع ان هم كمان معهمش اي دليل اذا كانت هي فعلا كدابة او مش كدابة. هي نفس الفئة برضو اللي طلعت وقالت ان كوريا حاليا عندها تهم كبيرة او جرائم كبيرة، فبتحاول تداري عليها بسبب ان هم يلفقوا التهمة دي للفنان بتاعنا اللطيف، وان الحكومة عملت كل ده عشان خاطر تداري على فضيحة معينة. طبعا عايزة اقول لكم ان الفئة دي موجودة وبكثرة. في النهاية هقول لكم ان الشكل مش كل حاجة، ايدولز مش كلهم بأجنحة ويطيروا وكويسين وده ملاك وده ما بيعملش وده كيوت. ما نحكمش على حد بالشكل، او احنا بنشوف جانب واحد منه وهو الجانب اللي هو نفسه بيبقى قاصد يظهره للمعجبين قدام الكاميرا. عايزه اقول لكم انه انا وانا صغيره من كام سنه فاتت كنت زي الفئه اللي هي بتقول لا ده لا يمكن يعمل كده، ده كيوت، ده. لما كبرت بدات اعرف ان كوريا مش بلد الاحلام وبلد الجنه وبلد الجمال، مفيش الكلام ده. كل بلد ليها الحلو وليها الوحش، مفيش بلد مثاليه. سواء الموضوع حصل او ما حصلش، كل ده يتوقف على التحقيق بتاع الشرطه. يعني كلنا مستنيين الحكومه الكوريه تنزل بيان تصريح ان هو هل هو مذنب او مش مذنب وبس. وهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى ان انتوا تبصوا بعد كده للفنانين دول بنظره تانية غير اللي احنا بنبص لهم بيها، ان هم مش ملاك، هم بيغلطوا وطبيعه الانسان ان هو بيغلط. انا هنا خلصت الفيديو
ما تنسوش بقى تكتبوا لي رايكم تحت، انا هقبل اي حد يقول رايه سواء كان هو متفق او مش متفق. لو انا غلطت في اي معلومه صححوها لي برضو، لان انا جمعت معلومات بقدر الامكان. ممكن المعلومه اكون غلطت فيها، ممكن اكون خدتها من مصدر مش صح، بس ده المتداول حاليا في المواقع كلها، في السوشيال ميديا كلها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو انتوا اول مره تشوفوني، ولو انتوا مش اول مره تشوفوني اكتبوا لي كومنتس تحت، انا هستناكم على فكره. وما تنسوش تتابعوني على كل المواقع بتاعه السوشيال ميديا بتاعتي، واشوفكم في فيديو جديد. باي.